الديانة الأكثر أو الطائفة الأكثر في حيفا، الديانة المسيحية، اليهودية، الإسلامية؟ لا، حيفا فيها 270 ألف نسمي. العرب فيهم حوالي 45 ألف، يتوزعوا بين كافة الديانات. أكبر طائفة موجودة في حيفا هي طائفة الكاثوليك على ما أعتقد، فوق 20 ألف نسمي. الطائفة الأرثوذكسية هي 6000، الطائفة اللاتين 6000، الموارني 4000 ما أعتقد بهاي الأرقام. الطائفة البروتستانتية حوالي 400 واحد. وفي عندنا طبعا طائفة أرمن، ولكن هم ليسوا عربا ولكن مسيحيين، عندهم كنائسين وعندهم مؤسسات أيضا. في قرى تابعة لحيفا؟ قرى حيفا العربية أغلبها دمرت وهجروا أصحابها. أوكي. واليوم القرى العربية اللي موجودة هي فقط في المثلث وفي الكرمل، في قريتين لأن أغلبهم دروز. دالة الكرمل فيها بعض العائلات الإسلامية، وقرية عزفية اللي فيها دروز ومسيحية وإسلام، ولكن أغلبية درزية. بقية القرى اللي كانت موجودة في منطقة حيفا هجرت ولم يبقى منها أي قرية. جيران مدينة حيفا من القرى أو نعم. البلدات المجاورة لحيفا، كمان مرة. جيرانكم مين؟ أي قرى اللي أو أي تهجروا. مدن لحيفا قريبة، مدن يعني القريبة حيفا بعيدة لحيفا؟ عن عكا من البحر 12 كيلو متر، وخليج حيفا عكا طوله 25 كيلو متر. يعني إذا بتروح أنت من الشارع داير مينظار 25 كيلو متر. شفا عمر بعيدة حوالي 20 كيلو متر. الناصري 35 كيلو متر. هو المنطقة تبعتنا كلها قريبة على بعض يعني. ويافا قريبة؟ يافا 90 متر، 90 كيلو متر. يعني أقرب شيء عليكم عكا ويافا؟ يافا 90 كيلو متر. يافا أبعد من عكا. عكا 12 كيلو متر بالبحر جوا. تمام. طيب بدي أرجع فيك للذاكرة الثقافية أو العلمية عن دراستك، لمحة سريعة عن دراستك. أنت أنا محامي؟ تعلمت بمدرسة رسنت عكا لصف العاشر، 10 11 12 بالكلية الأرثوذكسية العربية في حيفا. خلصت شهادة مستشار قانون لقضايا الضرائب، وعندي دبلوم بالمحاسبة. وبعدين خلصت دراسة بالاقتصاد، بي اي اقتصاد وبي اي قانون. وبعدين حصلت على شهادة المحاماة. وأنا كمان كاتب عدل ومحكم بين المتنازعين. أخي فؤاد، اللغة العبرية يحكى طغت على العربية في الداخل المحتل. في بعض الفئات والشرائح فعلا طغت عليهم للأسف الشديد. وقبل شهر طلع كتاب جديد مؤسسة دراسة الفلسطينية، العبرنة والعولمة وتأثيرها على المجتمع العربي. كاتب سمارة، مش متذكر شو اسمه. كتاب جدا مهم. قرأت الأول جزء منه قبل 3 أيام. يجب دراسة هاي الموضوع لأنه هو مرفق فيه حوالي 40 صفحة كاملات، قطع كبير لكل الكلمات اللي اليوم اللي دخلت وعششت باللغة العربية، مش بس عندنا، كمان في مناطق السلطة في بعض الاستعمالات. واللغة هي ليست للتفاهم فقط، اللغة هي عقلية، هي منهاج حياة، هي تفكير. أخي فؤاد، عشان وقتك أنا السؤال الأخير. هلا في برامج مقبلة، شو البرنامج المقبل؟ احنا الخميس الجاي عندنا عرض فيلم عباس 36 وين؟ بنادي حيفا الثقافي. يوم الاثنين 1 الشهر عندنا مناقشة رواية صباح بشير. والخميس اللي ورا هذا اللي بيجي ب 14 الشهر، سوري 11 الشهر، عندنا مستضيفين مهيب البرغوثي من رام الله وإطلاق ديوانه يد يتيمة. كله في مدينة حيفا؟ كله في مدينة حيفا. طبعا أهل الضفة صعب عليهم أكيد يزوروكوا. لا، احنا اللي معه تصاريح بيجي عندنا عادي. يعني الشاعر عبد الناصر صالح كان عدة مرات عندنا، البروفيسور حسان الديك كان عدة مرات، الأستاذ الدكتور نادي القاسم كان عدة مرات. من رام الله استضاف حوالي 40 50 كاتب وأديب بيجوا بمرقوا من ناحية الجيل، مسموح لهم يمرقوا. فؤاد نكارة، رئيس المجلس الملي الأرثوذكسي أنا رئيس الهيئة الوطني التمثيلية في حيفا، رئيس الهيئة التمثيلية ورئيس نادي حيفا الثقافي. تشرفت بهذا اللقاء. أهلين، شكرا لك.